يعتبر البيض من أفضل الأطعمة التي يتناولها الإنسان، حيث أنها تحتوي على دهون صحية وبروتين وفيتامينات ضرورية للجسم، كما يحتوي أيضا على الفوسفور والسيلينيوم الذي يقوي جهاز المناعة لدينا، إذ تحتوي كل بيضة على 6.3 جرام من البروتين. لكن هل يمكن معرفة البيض الطازج من البيض الفاسد؟ وما هي الطريقة التي يمكننا أن نميز بها البيض الطازج والبيض الفاسد؟ لعل أكثركم راوده هذا السؤال، لذلك سنقدم لكم الإجابة في هذا المقطع. كل ما عليكم فعله هو دعمنا بإعجاب والاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك، وشارك الفيديو مع أصدقائك. هل لديك علبة من البيض في الثلاجة منذ فترة طويلة، وربما تخشى أن يكون بعضه قد فسد بالفعل؟ في الواقع معظم البيض يبقى جيدا في الثلاجة لأسابيع، لكن قد يكون البعض منه قد فسد بالفعل، فتناول بيضة فاسدة قد يسبب تسمما غذائيا حادا. لذلك سنقدم لكم 4 طرق سهلة وسريعة تكشف لكم البيض الطازج من البيض الفاسد. الطريقة الأولى: اختبار الطفو. لمعرفة مدى صلاحية البيض بإمكانك وضعها في كوب من الماء البارد لاختبار إمكانية غرقها أم لا. فإن غاصت البيضة في القاع فهذا يعني أن البيضة لا تزال طازجة، لكن إن طفت على السطح ولو كان جزءا منها في الماء والجزء الآخر على السطح، فهذا يعني أن البيضة فاسدة وغير صالحة للأكل، لأن قشرة البيض لها خصائص شبه نافذة، مما يعني أن الهواء يمكن أن يمر، لذا كلما أصبحت البيضة أقدم يتمكن الهواء من اختراق قشرتها، مما يتسبب في طفوها. الطريقة الثانية: هز البيض. يمكنك حمل البيضة وهزها بالقرب من أذنك. إذا سمعت سائلا يتجول في الداخل فهذا يعني أن البيضة فاسدة بالفعل، وإذا لم يكن هناك أي صوت فذلك يعني أن البيضة طازجة ويمكنك تناولها. الطريقة الثالثة: استخدم عينيك. بإمكانك أن تستخدم عينيك كحل أخير لفحص قشرة البيض إن كان لها تشققات أو سطح خارجي لزج، أو كان عليها مسحوق، فمن المحتمل أن تكون ملوثة بالبكتيريا أو الفطريات. إلى هنا يكون المقطع قد انتهى، ولا تنسى الاشتراك في القناة، وضع لايك على الفيديو وشاركه مع أصدقائك، وإن كان لديكم أي ملاحظة دعوها لنا في التعليقات وسنقوم بالإجابة عليها. وشكرا لكل من شاهد المقطع حتى النهاية.